أنا الرائد مروان سامي، محقق متخصص في القضايا اللي بيعتذر تفسيرها بشكل منطقي. اتكلفت رسميا سنة 2015 بإعادة فتح ملف قديم وقديم جدا اسمه قضية عمارة رشدي. ملف اتقفل سنة 1992 بسبب عدم كفاية الأدلة، بس اللي دفعني إني أفتحه تاني جت أوامر من قضاء عليا بتقول إن في حاجة غريبة حصلت أثناء الهدد للعمارة، وهي إن البلدوزر سنكنته اتقطمت لوحدها أول لما قرب من سور العمارة، وجه بلاغ بعدم الكيفية للهدد وإن في حاجة غير طبيعية بالمكان. بالمناسبة السور ده اتعمل من غير باب في 2001، وده عرفته لما قريت سجلات أحداث العمارة. من مراجعة السجلات في أرشيف المديرية، العمارة اتبنت سنة 1942 على يد مهندس يوناني اسمه أنطونيوس نيكولايدس، وكان المشروع وقتها بيتبع لشركة صغيرة للإنشاءات اسمها جيكو للمقاولات البحرية. أنطونيوس عاش في الدور الخامس وكان مهووس بالدقة والرموز في الرسومات العمارة الأصلية. لقيت ملاحظة بخط إيده فيها أرقام متكررة 13 9 6 وأسماء لاتينية مش مفهومة زي مورتس كاستس اللي عرفت معناها بحارس الموت. الغريب إن المبنى اتبنى بدون تصريح نهائي، لكن محدش وقف المشروع. سنة 46 تم تسجيل وفاة المهندس أنطونيوس داخل شقته، يعني بعد 4 سنين من انتهاء بناء العمارة. السبب الرسمي في التحقيق سكتة قلبية أثناء النوم. في ملحوظة في التقرير أنا مش عارف عدت على اللي قبل إزاي. ملحوظتين. الملحوظة الأولى، الممرضة اللي كانت بتمر عليه آخر مرة قالت في إفادتها إن وشه كأنه شاف حاجة قبل ما يموت بثواني. الملحوظة التانية، الملف الطبي لأنطونيوس اختفى بعد كده من المستشفى الإيطالي بالإسكندرية تماما. ودي كانت المرحلة الأولى من السجلات للعمارة. المرحلة التانية من السجلات ما بين 1971 و 1948. خلال ال30 سنة دي العمارة اتبدلت فيها أكتر من 5 أسر، كلهم غادروا لأسباب مختلفة، لكن في ملاحظات شبه ثابتة في الشهادات. الدور الثاني، وفاة طفل عمره 7 سنين بسبب هبوط حاد في التنفس بعد ما قال لوالدته إنه بيسمع صوت تحت السلم بينادي عليه باسمه. الدور الثالث، انفصال زوجين بعد 6 شهور من السكن. الزوج كتب في محضر رسمي البيت ده كان بيكرهنا في بعض. والدور الرابع، محاولة انتحار لشابة يونانية اسمها ماريا، قالت قبل ما ترمي نفسها هو رجع، هو مش راضي يمشي. وسنة 71 تم إصدار قرار من الحي بإخلاء العمارة مؤقتا بسبب شكاوى من تشققات في الحوائط، لكن تقرير المهندس قال إن المبنى سليم إنشائيا بنسبة 97%. يعني قرار الإخلاء كان غريب جدا ومش مبرر في السجلات. المرحلة الثالثة، ملف الأسرة المصرية سنة 76. أسرة مكونة من أب وأم وطفلين سكنوا في الشقة رقم 2 بالدور الثاني. الأسرة دي هي اللي خلت اسم عمارة رشدي يدخل التاريخ. بلاغ رقم 314 لسنة 76 بيقول إن الجيران شموا ريحة غريبة طالعة من الشقة بعد يومين. لما كسروا الباب لقوا العيلة كلها نايمة على السراير ميتين. الضابط اللي كان ماسك الملف وقتها قال في ملاحظاته إن الموت حصل في نفس اللحظة تقريبا، ومفيش أي أثر اختناق أو سموم أو مقاومة أو مفيش أي حاجة تدعي إن هم اتقتلوا. الموضوع اتقفل وقتها على إنه تسمم مجهول السبب، لكن لما رجعت للصور الأصلية في أرشيف الطب الشرعي بالمديرية لاحظت تفصيلة محدش ذكرها في التقرير نهائي، إن كل أفراد الأسرة كانوا ماسكين في إيديهم ورقة صغيرة فاضية. الورقة اتفقد بعد كده، محدش يعرف راح فين. المرحلة الرابعة لسجلات العمارة من سنة 90 لسنة 92. واحد من المستثمرين الكبار اشترى العقار بهدف تحويله لمكاتب تجارية. بدأ الترميم فعلا، لكن العمال انسحبوا بعد أسبوع بالظبط. تقرير الأمن الصناعي اللي لقيته في الملف بيقول العمال اشتكوا من أصوات في الخرسانة كأن المبنى بيتنفس أو بيصدر ذبذبات. واحد من العمال اسمه رجب محمد سقط من الدور الرابع. الجثة كانت في وضع مش طبيعي، كأنه اتشد لتحت مش وقع. بعدها اتقفل الملف واتكتب في النهاية تم تجميد المشروع لأسباب أمنية. المرحلة الخامسة هي إعادة التحقيق في 2015. السبب اللي خلاني أفتح الملف تاني كان مكالمة بلاغ إن الحي
مش عارف يدخل بالبلدوزر للمبنى، وانهم كسروا جزء من الجدار بس السكينة بتاعت البلدوزر اتقطمت لوحدها بدون سبب. وجالي إذن تحرك وكتابة تقرير مفصل وتفسير للحادث. رحت للموقع في شارع أبو قير، العمارة واقفة لسه بس الشبابيك متكسرة والتراب مغطي كل حاجة. أول ما دخلت لقيت في بهو العمارة لوحة نحاسية مكتوب عليها باليوناني وهي باهتة، بس بعد ما ترجمتها لقيت معناها كل بيت يحتفظ بأنفاس من بناه. ولما بصيت على الحيطان لاحظت حاجة أغرب، أسماء ساكنين قدام كل باب مكتوب بخط جديد جدا مع إن مفيش سكان أصلا. صورت الأسماء وقدمت تقرير رسمي، بس لما رجعت الصور على الكمبيوتر الملف كان فاضي، الصور مش موجودة. ختام التقرير اللي كتبته: لم أجد أي دليل مادي يثبت وقوع جرائم داخل عمارة رشدي. كل الوقائع لا تتعدى كونها تراكمات نفسية وظروف وفاة غير مفسرة، لكن اللي متأكد منه إن العمارة مش طبيعية. لا مش لأن فيها جن، لا، لأنها شايلة تاريخ طويل من الخوف، واللي بيخاف وبيخلق رعبه بنفسه. توصيتي في التقرير كانت غلق المكان نهائيا وعدم فتحه لأي غرض سكني أو استثماري، وملف اتقفل تاني بتاريخ 5 ابريل 2015. لكن الغريب ان في اخر صفحة في الملف، وانا متأكد اني ما كتبتهاش، لقيت خط رفيع جدا وهو سطر واحد مكتوب فيه: البيت بيتنا يا مروان، انت متأخر ليه؟ بعد ما قفلت الملف رسميا المفروض اكتفي بالتقرير، لكن يوم 20 ابريل بعدها بكام يوم وانا في مكتبي في المديرية وصلني ظرف بني مش مفتوح وهو صورة مطبوعة بالابيض والاسود. الصورة كانت لبهو في العمارة نفسها، والغريب ان في النص باين شخص واقف نفس بدلتي ونفس هيئة جسمي بس وشه مش باين. وفي ظهر الصورة مكتوب بخط مايل: نسيت ورقتك في الدور الخامس. ساعتها كانت الساعة 12 الا ربع بالليل. ما كنتش ناوي ارجع بس الفضول المهني غلبني. خدت عربيتي ونزلت ناحية رشدي. الجو كان ساكت بشكل مريب، الشارع فاضي الا من نور عمود مكسور والنور بيقطع فيه. وصلت قدام العمارة لقيت اليافطة القديمة لسه مكانها والحديد متاكل والازاز مكسور من الشبابيك. حاولت افتح الباب الحديد الكبير مقفول بس مش بيقفل حديث، زي ما يكون محدش لمسه من سنين. دفعت الباب برجلي، صوته الباب صرخ كأنه ما اتفتحش من سنين طويلة. دخلت بالكشاف والدفتر في جيبي وطبعا مأمن ايدي على طبنجتي، واول حاجة لاحظتها ان الغبار مش مغطي الارض زي المرة اللي فاتت، كأن في حد كان بيتردد هنا قريب. الممر الطويل لسه زي ما هو بس على الحيط الخطوط كانت باهتة واتعمقت، والاسماء السكان اللي كانت على الابواب اللي شفتها قبل كده مكتوبة بخط اغمق. وفي اخر سطر لقيت اسمي انا مكتوب: الرائد مروان سامي، الدور الخامس. وقفت ثواني حاولت افسرها بعقلي، ممكن حد بيهزر، ممكن صورتي اتسربت، بس مين عنده مفاتيح للمكان ده اساسا؟ كل دور كنت بطلع عليه كنت حاسس ان الهوا بيقل. في الدور التاني اللي ماتت فيه الاسرة الباب كان مفتوح نص فتحة. نورت بالكشاف على الحيطة لقيت علامات شبه دوائر مرسومة بالطباشير، وفي النص متعلق مفتاح مصدي بخيط رفيع. كنت قلقان جدا، جمعت نفسي وكملت لفوق. كل ما اطلع دور الاضاءة بتضعف وصوت طقطقة من الحديد فوق كأن في حد بيتحرك ببطء. في الدور الرابع لقيت كارت قديم واقع على الارض مكتوب عليه: شركة جيكو مقاولات بحرية أنطونيوس نيكولايدس. الورقة بحالة ممتازة رغم انه المفروض من الاربعينيات، وده شيء ما دخلش عقلي اطلاقا. طلعت للدور الخامس، وصلت لباب الشقة اللي المفروض مات فيها المهندس أنطونيوس. الباب نصه مكسور والمقبض مصدي. زقيت الباب، ريحة قديمة كأنها خليط بين صدى ورطوبة وحاجة تانية مش مفهومة. الغرفة كانت فاضية، مفيهاش غير مكتب خشب ضخم عليه دفاتر قديمة مفتوحة على صفحة مكتوبة باليوناني. صورت الصفحة وقررت اخد الورقة معايا، لكن وانا بقلب في دفتر طلعت منه ورقة حديثة جدا بيضة ونضيفة مكتوب عليها بخط عربي واضح: كل بيت يحتفظ بأنفاس من بناه وكل باحث نصيبه أن يسمعها. نزلت رجعت للعربية بسرعة، كانت الساعة ساعتها 2 إلا تلت بالليل. بدأت أراجع تسجيل الكاميرا اللي كنت معلقها في هدومي عشان تصور أي حدث يحصل في الموقع.
الفيديو واضح جدا لحد الدور الرابع، لكن من اول ما لمست باب الدور الخامس الصورة بتتهز والصوت كله بقى وش. وفي اخر ثانية قبل ما التسجيل يقطع في لقطة خاطفة لوش راجل واقف في الضلمة، شعره ابيض وعيونه مفتوحة على الاخر وبيلبس لبس يوناني قديم جدا. بعدها الكاميرا فصلت تماما. الورقة اللي لقيتها في الدفتر وديتها للمعمل الجنائي تتفحص، وكانت النتيجة نوع الورق مصري حديث، الحبر غير مسجل في أي شركة محلية، التوقيع في الآخر الصفحة مكتوب فيه حرف الA وحرف الN اللي هو نفس اختصار أنطونيوس نيكولايدس اللي المفروض مات من سنة 46. ساعتها حسيت إن الموضوع صعب جدا وفي ألغاز كتير بتظهر كل ما بحقق أكتر. ملاحظاتي اللي ضفتها ووثقتها من وقت الزيارة وأنا حاسس بحاجات مش منطقية. كل يوم الساعة 3 و17 دقيقة بالظبط الصبح النور في مكتبي بيطفي لحظة ويرجع لوحده، وفي كل مرة الورقة اللي جبتها من العمارة بتتحرك مكانها على المكتب كأن حد لمسها. ما عنديش دليل علمي على أي حاجة من دي، بس في التقرير المراقبة الأمنية للمديرية سجل فعلا انقطاع كهربائي جزئي في مكتبي بس بنفس التوقيت لمدة 4 ثواني كل ليلة. ودلوقتي بعد اللي شفته وما زلت مش قادر أثبت أي حاجة خارقة بتحصل، لكن واضح إن العمارة دي مرتبطة بحاجة أعمق من مجرد تاريخ أو صدفة. هو مش بيت مسكون، هي ذاكرة متجسدة في المبنى بتختار مين اللي يفتح ملفها ومين يدفنه معاه. تم غلق الملف مؤقتا بتاريخ 26 إبريل 2015، لكن أسيبه مفتوح للتحقيقات المستقبلية لو حصل أي بلاغ جديد. آخر ملاحظاتي بخط إيدي وهي لو حد قرا ملف بعدي ما تروحش العمارة لوحدك، المكان مش فاضي زي ما باين. في 30 ابريل 2015 بعد اسبوع من زيارة العمارة جالي استدعاء عاجل من الإدارة العامة للرقابة الداخلية. السبب الرسمي تسريب مادة مصورة من داخل موقع مغلق بقرار سيادي. الفيديو اللي كان على الكاميرا بتاعتي اتسرب، لكن مش بالكامل، اتسرب منه 17 ثانية بس، الجزء اللي بيظهر فيه الراجل اللي شعره أبيض. الفيديو انتشر في مواقع صغيرة تحت عنوان الراجل اللي ما ماتش في عمارة رشدي. دخلت غرفة التحقيق، كان في العقيد مصطفى خيري من الأمن الوطني. الراجل فتح اللابتوب وشغل الفيديو قدامي، والصورة باهتة جدا، لكن فعلا هو الفيديو في وش واضح للراجل لابس بدلة قديمة جدا واقف على بعد مترين مني وبيبص للكاميرا. العقيد قال لي بنبرة شبه سخرية: اللي في الصورة ده مين يا مروان؟ قلت له بثبات: مش عارف والله، انا مش عارف، يمكن انعكاس او خداع بصري، بس الحقيقه انا كنت عارف ان وش الراجل ده هو نفس صوره انطونيوس اللي شفتها في الارشيف زمان. العقيد طفى الفيديو وقال لي: خد بالك، العماره دي مش مجرد مبنى، في حاجات متسجله عنها من الاربعينيات ما ينفعش تتفتح، وانا هساعدك تنسى انك دخلتها. تم احتجازي بعدها 48 ساعه في وحده المراجعه النفسيه. السبب الرسمي ارهاق ذهني. اول يوم واحد من الاطباء سالني سؤال غريب: انت سمعت انفاس المبنى؟ ما كنتش فاهم ان هو يقصد ايه، بس الكلمه دي كانت مكتوبه حرفيا في الورقه اللي لقيتها في العماره. بدات اشك ان الملف مش بس في ايدي، في حد تاني بيدير اللعبه من فوق. بعد الافراج عني رجعت مكتبي في المديريه، كل الملفات الورقيه للعماره اختفت، حتى الصور، حتى المحاضر، من كل حاجه، من الارشيف ومن كله، كأنها ما كانتش موجودة أصلا. لكن الغريب إن في درج المكتب لقيت ظرف صغير مكتوب عليه بخط أنيق: للتسليم إلى الإدارة المركزية، مشروع 9 ألف. جواه ورقة مطبوعة بالإنجليزي وترجمت معناها بالعربي: المشروع مورتس، نقطة الإسكندرية، العمارة رقم 47، المرحلة الأولى تمت والاحتواء غير مستقر وجاري النقل. الاستنتاجات المبدئية بدأت أربط الأمور. أنطونيوس نيكوليديوس مش مجرد مهندس، هو على الأرجح كان بيشتغل في مشروع سري وقت الحرب العالمية الثانية للرمز اللي كتبه على الخرائط العمارة اللي هي مورتس كوستس. مش صدفة، الكلمة معناها حارس الموت، وده نفس الاسم اللي ظهر في ورقة المشروع الإنجليزي. يعني العمارة اتبنت لهدف محدد، مش سكن ولا تجارة، لكن احتواء أو تخزين أو حاجة احنا لسه ما وصلنالهاش. معرفش. العمارة دي كانت أول نقطة. قبل ما أرفع التقارير جالي تليفون من رقم داخلي مجهول، الصوت كان هادي جدا وقال لي: يا رائد مروان، الملف مش ملكك، اللي في العمارة مش أرواح، دول بيانات بتسجل جوه الجدران. وبعدها الخط انقطع.
بعد أسبوعين من المكالمة لقيت أمر رسمي على مكتبي إن أنا بتنقل لموقع 47 شارع أبو قير في رشدي برضه. الموقع اللي اتكتب هو نفس عنوان العمارة. وصلت الساعة 8 بالليل، كان في عربيتين أمن مركزي وظابط ببدلة رسمية ومهندسين كلهم لابسين كمامات، والعمارة متقفلة بالكامل ومتصوبة وعليها أضواء بيضاء، وفيها يعني في يافطة جديدة مكتوب عليها المنطقة تحت التطهير الإنشائي يمنع الاقتراب، وتم عمل سور إضافي للمبنى بدون باب، وتم انتهاء التقرير على كده وأنا منتظر اللي بعدي.